في الفيديو ده بقى هقولك على وصفة كب كيك شوكليت خطيرة، سهلة وبسيطة وطعمه تحفة وما بياخدش وقت، اللي هو 10 دقايق بس هتكوني محضراه. اول حاجة معايا كوباية دقيق متعدد الاغراض، نخلها كويس جدا قبل ما اشتغل بيها. ربع كوب كاكاو خام، بستخدم الكاكاو الخام الاسباني من محلات مستلزمات الحلواني. رشة بسيطة بس من الملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. دي المكونات الجافة، هنقلبهم كده مع بعض كويس جدا عشان البيكنج باودر يتوزع كويس، وهركنهم جنبي. بعد كده هحضر المكونات السايلة. بصي بقى، عايزة اقولك في واحدة شيف كبيرة جدا ومشهورة بتحط معلقة شاي مليانة ملح، ملناش دعوة، خلينا في حالنا. معايا بقى المكونات السايلة 3 بيضات، ما يكونوش طبعا خارجين من التلاجة، احنا اصلا دلوقتي عايشين في تلاجة. نص كوباية سكر، وزودت كمان معلقة صغيرة على النص كوباية. هضرب البيض مع السكر كويس جدا جدا عشان ادوب السكر، وبعد كده هنزل بكام نقطة فانيليا والنوع ده كويس. هبتدي اضربهم بقى مع بعض كده ضرب مبرح، اللي هو عايزة افضل اضرب في البيض والسكر لحد لما يوصل القوام للشكل ده كده، تحسي ان ده كريمة عمل فوم حلو كده ولونه بقى ابيض وفاتح وجميل. بعد كده بقى تروحي نازله بعلبة زبادي من اللي هي الحجم الصغير، وطبعا ما تكونش من التلاجة، وربع كوباية زيت. عايزه اقولك المقادير دي مظبوطه. وعايزه اقولك حاجه كمان، لما تيجي تعملي كيك ما تحطيش الدقيق كله مره واحده، انزلي بالدقيق بالتدريج، وانا فعلا عملت كده، نزلت بالتدريج. اي وصفه كيك بتعمليها حتى لو معاكي مقاديرها ومحضراها وحافظاها، ما تحطيش الدقيق كله مره واحده، انت هتنزلي بالدقيق تدريجيا لحد ما تظبطي قوام الكيك معاكي. في الخطوه دي بقى مش هتضربي كتير. بصي قوام عامل ازاي. في الخطوه دي بقى ما ينفعش تضربي كتير، انت مجرد بس ما بتمزجي الخليط مع الدقيق، عشان الدقيق ما يكونش فيه اي تكتلات بس كده. يعني الخطوه دي بالذات ما بتاخدش منك دقيقه. بعد كده بقى سخني الفرن درجه حراره 180، وابتدي صبي الكب كيك، وسيبي دايما مسافه او مساحه ليه ان هو يرتفع ويستوي في قلب الفرن. دخليه على الرف الاوسط في الفرن درجه حراره 180، والفرن يكون ساخن. نحضر كريمه الشوكولاته الجميله بتاعتنا. حطيت كريمه ومقلبه معاها سكر بودر، وربع كوبايه كاكاو خام، ولبن يكون ساقع. هنا بقى اللبن خلي اللبن ساقع او ميه زي ما انت عايزه حسب الكريمه بتاعتك. لو الكريمه بتاعتك خام هتحطي سكر بودر، لو الكريمه فيها سكر مش هتستخدمي سكر خالص. وابقي دوقي الكريمه قبل ما تبتدي تشكليها بالقمع، عشان تشوفي محتاجه سكر محتاجه حاجه، لازم تظبطيها الاول. طبعا الكب كيك استوى ما خدش مني 10 دقايق في الفرن. الكب كيك والقوالب دي اللي الشكل ده، يعني الورق الالومنيوم ده ما بياخدش خالص وقت في الفرن، اللي هو من 10 ل15 دقيقة، عشان تخلي بالك بس. ما تفتكيش انه بياخد نص ساعة والساعة والكلام زي الصينية الكبيرة، لا. الكب كيك او المافن ما بيقعدوش في الفرن اكتر من 15 دقيقة مع المتابعة المستمرة. بعد كده بقى زينيه بالكريمة اللي عملناها، ممكن كمان تضيفي اي قطع شوكولاتة، اي شوكولاتة مبشورة عندك. عايزة اقولك طعمه خطير، بس طبعا مش هتحطي الكريمة عليه وهو ساخن، لازم تسيبيه يبرد الاول. بصي بقى الجمال والحلاوة، سهل وخفيف ولذيذ وما خدش وقت ولا غلبة ولا اي حاجة خالص. اتمنى لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة.